اللي حصل في ماتش ريال مدريد وإشبيلية كان مليان تفاصيل تستاهل الحكي، خصوصاً إن الليلة دي كانت مميزة جداً لكيليان امبابي وريال مدريد كسب بصعوبة، بس المكسب ده كان مهم علشان يفضل ضاغط على برشلونة متصدر الدوري الإسباني. الماتش كان هادي نسبياً في الأول، وريال مدريد حاول يسيطر لحد ما جه الهدف قبل نهاية الشوط الأول بحوالي 7 دقايق، ورودريجو نفذ ضربة حرة متقنة. وجود بيلينغهام طلع أعلى من لوسيان أجومي وحط الكرة براسه في الزاوية العليا، هدف جميل فتح الدنيا لريال مدريد. إشبيلية ما استسلمش وكان له كذا فرصة يرجع في النتيجة، بس الأمور اتعقدت عليه أكتر بعد بداية الشوط الثاني لما ماركاو خد الإنذار الثاني بسبب تدخل متهور على بيلينغهام، وساعتها بقى اللعب أسهل نسبياً لريال مدريد. امبابي نفسه كان يومه مش سهل خالص، وفي الشوط الأول ما سددش ولا كورة على المرمى، ومع بداية الشوط الثاني سدد كورة راحت مباشرة في إيد حارس إشبيلية فلاخوديموس، وإشبيلية كمان كاد يتعادل مرتين عن طريق إسحاق روميرو في هجمات مرتدة سريعة، لكن تيبو كورتوا كان في الموعد وتصدى للفرصتين. امبابي فضل يحاول، مرة دخل من الشمال وسدد كرة مقوسة عدت جنب القائم، ومرة لعب براسه خبطت في العارضة، والتوتر كان واضح لحد ما جت الدقيقة 86 لما رودريجو اتعرقل جوه المنطقة من خوان لو سانشيز، والحكم احتسب ضربة جزاء ومبابي سددها بثقة وودى الحارس في اتجاه والكرة في اتجاه تاني، وسجل الهدف اللي عادل بيه رقم كريستيانو رونالدو القياسي ب59 هدف في سنة ميلادية واحدة مع ريال مدريد. اللقطة كانت ليها طعم خاص لأن مبابي كان بيحتفل بعيد ميلاده ال27، وعبر عن فرحته وقال إن اللعب والتسجيل في اليوم ده مع نادي أحلامه حاجة عمره ما كان يتخيلها، وكمان قال إن معادلة رقم كريستيانو مثله الأعلى وأسطورة ريال مدريد شرف كبير ليه. ريال مدريد كاد يحصل على ضربة جزاء تانية بعد عرقلة بيلينغهام، وده كان ممكن يخلي مبابي يكسر الرقم، لكن الفار لغى القرار. امبابي احتفل بهدفه باحتفال رونالدو الشهير، وده خلى المقارنة ترجع تاني، ورونالدو كان سجل 59 هدف في سنة 2013 في 50 ماتش ومعاهم 14 تمريرة حاسمة، ومبابي يحتاج ماتشات أكتر شوية وسجل عدد أقل من الهاتريك وصنع 5 أهداف بس، لكن لما تبص للأرقام عند سن 27 تلاقي مبابي متفوق من حيث عدد الأهداف والمساهمات. وفي الآخر مبابي قال إنه كان قاصد يوجه التحية لرونالدو لأنه دايما كان بيدعمه وبيكلمه كويس عن مدريد، وإن العلاقة بينهم مش بس إعجاب، دي صداقة حقيقية، وقال إنه دلوقتي مبسوط إنه بيسجل وبيكسب مع ريال مدريد، وإن الاحتفال كان علشان رونالدو بالذات.